بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة يسوع مفرح القلوب. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. رسالة القديس العظيم أبو سفين ليك النهاردة. اطمن واوعى تيأس، انت ابن إله الرجاء والأمل والفرح القادر على كل شيء. اطمن، سيستجيب لطلبتك، سيجتاز بك كل أمر صعب، هيخرجك من قلب الضيقة اللي انت فيها. لا تفقد رجائك في إلهك، ده مجرد وقت وهيعدي، هيمر وهتخرج من ضيقتك بسلام. يسوع المسيح الحنين حاسس بيك قوي وعالم بكل اللي جواك، ده هو له كل المجد. ياما حزن وزعل وعانى ومر بظروف صعبة، وعارف وحاسس بيك وبكل اللي انت فيه وبتفكر فيه، شايف قلقك وخوفك. لكن طمن قلبك، يسوع هيمحي كل الحزن اللي في حياتك، وهتعدي من التجربة الصعبة اللي انت فيها، وهتبقى فرحان وفي راحة بال وسلام. ثق بإلهك، صدق انه معاك باستمرار، ماشي معاك وممسك بيمينك. هتشوف بعينك عمله المعجزي معك، وهتبقى زي ما يسوع قال: لا تكن إلا فرحا. يسوع إلهك المحب حرسك وحميك ومظلل عليك، لأنك أغلى حاجة عنده. هيطمنك باستجابته ليك وحلوله لكل مشاكلك، مش هيسيبك أبدا. اللي حلها امبارح هيدبرها بكرة. اتسند عليه، مفيش غيره تتسند عليه. لما تتقطع حبال قوتك وتضعف مقاومتك للحياة، تلاقيه يعينك ويقويك، وسنداته لقلبك بتفوق كل مستحيل أو صعب. هينجيك من كل تجربة، هيصنع معاك عجائب. افتكر ربنا لما اتدخل في ظروف أيوب والسامرية ويوسف، وازاي غير حياتهم كلها. ازاي يوسف لما اترمى في البير وافتكر ان حياته انتهت، وأيوب كان فاكر ان مفيش حل ليه غير الموت. وكمان السامرية كانت تفتكر ان سمعتها ضاعت وفقدت كل شيء. لكن تدابير إلهك مفيش زيها أبدا، وحلوله العجيبة اللي بتفوق أي توقعات. غير حياتهم بتدبيره وبخطته العجيبة. أعطى ليوسف المظلوم نصرة وغلبة، وحول كل شر وأذية في حياته لخير ونجاح ملوش مثيل. وأعطى عوض لأيوب أضعاف أضعاف كل اللي شافه، وشفاه من أي مرض عنده. أما السامرية فطمأنها ورجع ليها سلامها من تاني، وبقت حد مختلف. انت كمان مهما كانت ظروفك، إلهك يسوع المسيح هيحللك كل الأمور بحلوله العظيمة. خليك مطمن، إلهك لن يتركك أبدا. آمين. بركة وصلوات القديس العظيم أبو سفين تكون معانا كلنا. ربنا يفرح قلوبكم. قناة يسوع مفرح القلوب.